الدنيا قايمة في لي ريزو سوسيو على جال المير تاع تلاغ تاع بلعباس. قالك دخل الحبس على جال لابوش دخلت المير للحبس. ارواحوا نفهمكم قانونيا واش صرا باش ما يزيدوش يضحكوا عليكم ويغلطوكم. المير تاع البلديه في البلديه ديالو يقدر يحط اي قرار حبه، اي قانون يقدر يديرو، ولا لا لازم يولي الولايه ولا دايره والوزاره. الحاجات قريناهم حنا في السنه الاولى والسنه الثالثه حقوق بريمير اني وتروازيام اني دروا. قرينا على مدى مشروعية القرارات الإدارية اللي يديرهم المير. المير عنده دوبل كاسكات، ممثل البلدية تاعو قدام الدولة، في نفس الوقت ممثل للدولة داخل البلدية تاعو. لازم تفهموها هكذا. كاين شروط ما لازمش يخرج عليها، اللي هي شروط صحة القرارات الإدارية. إذا خرج على الشروط هذوما راح يوقع في عدم مشروعية القرار الإداري، والقرار الإداري يلغى. قانون البلدية وقانون، لأنه المير موظف عمومي بمفهوم الأمر 0603. الموظف العمومي ما يقدرش يستغل السلطات تاعو. والمير أيضا بمفهوم قانون العقوبات راهو دار سوء استغلال الوظيفة، ولا دار حاجة، منع حاجة اللي ماهيش ممنوعة. يعني القرار البلدي اللي دارو ما كاش قرار ولائي ولا وطني يمنع. باسكو علاش لابيوش هذه راهي مادة غذائية، شغل كاطو يتباع في الحوانت ولا في جماعه الباتيسري. تما هو راح منع حاجه كي اكزيست، حاجه راهم التجار هذوك عندهم اوتوريزاسيون باش يخدموا لي كاطو هذوما. تما راهو سبب خسائر التجار. وما على باليش هنايا، يعني القرارات اللي يديرها المير في البلديه ديالو ما لازمش تكون مبنيه على اساس تمييز غير مبرر. لانه انت باش تمنع حاجه ما منحهاش القانون. حنا عندنا في القوانين توجور كاين مبدا اسمه تدرج القوانين ولا تدرج السلطات. مير يخضع لا دايره، لا دايره لا ولايه، لا ولايه الوزاره، الوزاره للدستور الجزائري. ما لازمش كامل يخالفوه، لازم كامل يطبقوا وش قال. هذا تدرج ولا تسلسل الهرمي. ما لازمش واحد يصوتيه، اذا صوتاه راهو تجاوز السلطات تاعو.